السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنعمل اعادة تدوير لعلب السمنة بتاعتنا القديمة. بدل ما نرميها احنا ممكن نستغلها، نعملها كده كديكور للمطبخ، او نعملها مثلا لخزين، مثلا اي حاجة، او عايزة تحطي مثلا فيها حاجات الخياطة، الكلام ده ممكن بتستخدميها في اي حاجة انت عايزاها. وانا عاملاها بالشكل التركي الجديد، زي ما عملت قبل كده فيديوهات عن الصينية اللي حولناها من صينية قديمة لصينية تركي جديدة، وبرضو عملت فيديوهين عن البرطمانات. وإن شاء الله النهاردة هعمل لكم الفيديو ده، وبعد كده بإذن الله هعمل لكم فيديوهات كتير عن إعادة تدوير الحاجات القديمة عندنا. عايزة اقول لكم، لو اول مرة بتشوفوني يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، و... ويا ريت تعملوا لايك للفيديو. ويلا نبتدي معانا. هنا انا عندي علبة السمنة دي، انا اديت لها وش اولاني باللون الاصفر. الاصفر ده انا عملته ازاي؟ عملته جبت اللي هو البلاستيك الابيض وحطيت عليه نقطة من الالوان اللي انا وريتها لكم قبل كده في الفيديوهات اللي قبل كده، اللي هي البرطمان بيبقى ب5 جنيه. حطيت نقطة من الاصفر، او لغاية لما انتي بتبقي عايزة درجة اللون بتحطي كده. هو عندي بعد ما نشف انا هحط الطبقة التانية، لان لقيت ده عايز طبقة تانية. فبالفرشة هبتدي ان انا اعمل كده. هكمله كله بالشكل ده. طبعا انا بحرك في علبة السمنة عشان بجيب كل الاتجاهات بتاعتي وبدهنها. اهو بالشكل ده. بعمل اي مكان حاسة انه ما اتدهنش كويس، اهو كده، وبسيبه ينشف. بنفس الفرشة، انا ما غسلتهاش لان انا عايزة الدرجة اللي هي الفيروزي شوية غامق. هنا هدهن علبة السمنة التانية. اللون ده انا عاملاه برضو، حاطه بلاستيك ابيض وحاطه له نقطه من الازرق. وطبعا شوفوا طلع معايا ازاي اللون الفيروزي ده، علشان انا ما غسلتش الفرشه. او انتي ممكن بتحطي نقطه اصفر على الازرق والابيض، بيديكي اللون الفيروزي ده. وبرضو ادخلوا شوفوا الفيديوهات اللي انا عملتها. عملت اعادة تدوير صندوق الفاكهة القديم برضو، وعاملة برضو فيه درجات ألوان، وعاملة فيه لزقة، عاملة بيه بفن الديكوباج. وبقية البرطمانات برضو عملت الفيديوهات دي، يا ريت تشوفوها وتقولوا لي رأيكم ايه. انا هنا في العلبة دي بتاعت السمنة دي مش محتاجة ان انا احط وش تاني، فهعمل وش واحد بس. او كده بنفس الشكل اللي عملناه قبل كده. هفضل الف كده. بس كده.
وهنا عندي انا دهنت الغطا ده برضو، لو مش عايزين تدهنوه مفيش مشكلة. انا ما دهنتش الاصفر لان انا كده كده عاملاه لونه اصفر، فلقيته ان هو لايق عليه. وهنا عندي بقى الورنيش المائي اللي استخدمته برضو قبل كده، وبرضو ادخلوا وشوفوا. وهنا عندي الصور دي انا طبعاها من على النت. منزلة الصور وطبعاها، دي طباعة الوان ومش مكلفة خالص. وهنا عندي الورنيش المائي، وقلت لكم ان الورنيش المائي مش غالي خالص. شايفين اهو الجالون عندي زي ما هو، وكتير جدا، ويعمل لي كتير قوي قوي، و25 جنيه ده. هنا ابتدي ان انا احط في المكان اللي انا عايزة الزق فيه اهو بالشكل ده كده، وبعدين اخد من النص لبره علشان اخرج الهواء اللي فيها اهو، امشي عليها كده. ما تستغربوش ان مديكم لون ابيض، هو بعد ما بينشف بيرجع تاني شفاف. هحط بقى في اماكن كده زي ما انا عايزة، وده بيرجع للذوق. هحط كده وبنفس الشكل برضو هعمل من النص لبره. وكده كده انا هدهن كل علبة السمنة دي بالورنيش المائي في النهاية، لان انا هعمله لان انا عايزة اديله طبقة عازلة. لو انا حبيت ان انا اغسله مثلا ولا اي حاجة، فعايزة طبقة عازلة، فهحط ورنيش مائي عليه كله، على البرطمان كله. وممكن لو مش عايزة ورنيش مائي، ممكن بتجيبي السبراي الشفاف وبترشي بعد ما بتخلصي خالص وبينشف عندك، بتروحي رشة عليه، بيديكي طبقة عازلة. كل الحاجات دي مش مكلفة خالص، وبتعملي ديكورات جديدة لبيتك بدل ما تروحي بتشتري الحاجات دي غالية خالص برا. وطبعا الألوان برضو انت بتتحكمي فيها زي ما انت عايزة، والرسومات زي ما انت عايزة. بتنزلي الصور وبتروحي بتطبعيها طباعة ليزر، علشان خاطر ما تيجي تلزقيها ما تبوش منك. هنا انا عندي بقى ايه بالفرشة الكبيرة هبتدي ان انا ادهن كده كل علبة السمنة، علشان زي ما بقول لكم اديلها طبقة حماية. وممكن ما تكتريش قوي كده، بس هو كده كده بينشف، بياخد فترة وينشف، وبيرجع تاني زي ما انت كنت دهناه، بس بقى بيديكي لمعة كده، وبيبقى شكله لطيف يعني. هسيبه بقى ينشف. وهنا هعمل برضو نفس اللي انا عملته. وعلى فكرة بعد ما بتعملي الورق ده خالص وبينشف، ما كأنكيش انتي حاطة لزق، ولا انتي لزقاه ولا اي حاجة، كأنه مطبوع على العلبة بتاعتك. وبحاجات سهلة قوي. شوفي انتي عملتي ايه، وبرضو يعني حاجة بتفرح جدا ان انتي اللي عاملة الشغل ده، وحاجات زي اللي بتشتريها بالظبط من بره وموجودة في السوق دلوقتي، لانها طالعة موضة جدا الحاجات التركي دي. ممكن بقى تستخدميها في يعني كعلبة خزين، او اي حاجة بقى انت عايزة تحطيها فيها براحتك. ممكن تحطيها ديكور بس. شوفوا بعمل ازاي من نص لبره.
بفرشة طبعا ناعمة شوية علشان ما تقطع لناش الورق. هنا بقى انا عندي اللون ده، اللون البينك ده او الكشمير، ده كنت انا عملته في البرطمانات وفي صندوق الفاكهة. ده انا عملته برضو، حطيت نقطة من الاحمر ونقطة من البني، او ممكن ما تستغني عن البني، وبتحطي اللون اللي هو الابيض البلاستيك. فانا جبت بتاعة الودان دي وهعمل نقط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بيخلي شكله روعة جدا ورقيق قوي. انا طبعا وريتكم في البرطمان اللي قبل ده، او في العلبة اللي قبل دي، ان انا دهنته كله بالورنيش المائي. فانا عشان عملت الخطوة دي، فانا حبيت ان انا اعمل النقط هنا قبل ما ادهنه خالص، وبعدين انا هبقى ادهنه، هبقى اكمل دهان فيه. وبرضو هعمل من فوق اهو زي ما انتوا شايفين برضو النقط. عايزة بقى ترسمي قلوب، عايزة تحطي نقط، برضو دي حرية وذوق بتاعك انتي. اهو هنا بقى انا برضو هعمل النقط، بس هعملها باللون اللبني، عشان طبعا انا اخترت هناك البينك عشان هو هيليق عليه قوي البينك، وهنا الاصفر بيليق جدا على الجملي او الفيروزي. ده اللون اللي انا دهنت بيه العلبة التانية. او كده. وهقلبها على الناحية التانية وهعملها بنفس الشكل.